السلام عليكم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليأتيكم كل جديد. شاهد الشيخ رشيد بن عطلة يجيب عن الرقية ألقي الشرعية. نفسك بنفسك يا أخي. عندك إيمان بالقرآن، عندك إيمان وأنه كلام الله. أروح تصلي، نصلي. شوف، روح للدار، اتوضا واستقبل القبلة واقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة اقرأ سورة البقرة وداوم عليها. ما نرقيك أنا، لا الإمام اللي معايا، لا المؤذن، لا معلم قرآن، لا زيد. ما نقول لك روح لباب الزوار ويعطيك الموعد والرونديفو ويقول لك أنا نرقي في الزيت وفي السدرة تاع ما كاش كاع هذه. انت ألقي نفسك بنفسك يا أخي. عندك إيمان بالقرآن، عندك إيمان وأنه كلام الله. عندك الآن خصك يكون عندك اليقين، بعد الإيمان يكون عندك اليقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لما في الصدور. شفاء. ابن القيم نقرأ له يقول قراءة سورة الفاتحة، هذيك الفاتحة هذه، قال هي شفاء، لكن بحسب القارئ الذي يقرأ وما معه من اليقين. وصح، سورة الفاتحة هذه هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي أم القرآن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، الفاتحة. وفيها خير كبير 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 جدا جدا. الآن اللي يقرأها شحال معه اليقين، والتي تقرأ عليه، دوك أنا جيت نقرأ عليه، دوك أنا وشحال عندي من اليقين، والذي تقرأ عليه شحال كاين في قلبه من اليقين من سورة الفاتحة. ولعظمها، عظم هذه السورة، ربي استفتح بها القرآن الكريم. فأول سورة نقف عليها في المصحف الشريف سورة الفاتحة، حتى قالوا هي أساس القرآن وهي أم القرآن وهي السبع المثاني. ايش معنى السبع المثاني؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تثنى في الصلاة، 7 آيات تثنى في الصلاة، في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء. وقد آتيناك 7 من المثاني في صلاة النافلة، صلاة السنة، في صلاة السنة المؤكدة، في صلاة الجنازة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واش من صلاة إلا ونقرأ فيها بأم القرآن. فإذا شعرت بتعب أو نصب أو اضطراب أو سقم أو مرض، اقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اقرأ البقرة، وإذا وضبت تشفى بإذن الله عز وجل، مصداقا لقوله فيه شفاء للناس، القرآن، وشفاء للقلوب والأبدان. البدن مريض يبرى، والقلب اللي حاله تعبان يبرى بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. شكرا لتتبعكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.